النهارده بقى يا بنات جايبه لكم طريقه حلوه قوي لتفريز البسله، ولا اقول لك طريقه جدتي ولا طريقه عمتي. الطريقه دي عملتها معاكم السنه اللي فاتت وكانت نتيجتها جميله جدا، ولا لونها اتغير ولا بقى لها ريحه ولا طعمها بيتغير في الاكل معانا بعد التفريز. كمان هنعبيها في اكياس كده يعني كميات معقوله، مش هتاخد اي مكان في الفريزر عندنا لو عندنا فريزر صغير، يعني مكان على القد. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي ونبدأ الفيديو. طبعا هنا معايا كمية البسلة اللي مناسباني، يعني اللي على قد يا جماعة، مش هنبذر، هنجيب حاجات على قد. مفيش مجال أصلا للتبذير بعد اللي احنا فيه ده، مفيش. جبت 3 كيلو. طبعا الكمية اللي فاتت كنت جايباها نفس النظام، لأن أنا ولادي يعني ربنا يهديهم وياكلوا الخضار، يعني ملهمش في الخضار قوي. طبعا مسكت البسلة، فصصتها وغسلتها. ايه الحاجات اللي بتبقى عايمة على الوش دي كلها بنشيلها عشان بتبقى ايه، فاضية. بعد ما اتغسلت مسكتها طبعا، بصوا، بالفوطة كده ونشفتها تنشيفة تمام. كل المراحل دي طبعا مهمة جدا، ان انت تغسليها تنشفيها تشيلي اي حاجة عايمة على الوش، لان دي كده خلاص ما ينفعش تطلع من الفريزر مثلا وتطبخ، لا هي تطلع من الفريزر على الحل على طول. يعني انت ظابطة الكلام في كل حاجة. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا الكمية اللي مناسباكم، لو انتوا عشاق البسلة بقى هاتوا الكمية اللي تريحكم. هنا معايا بقى معلقة سمنة. انا حطيت معلقة سمنة، انت حابة تحطي زيت براحتك، الموجود عندك اتعاملي بيه. احنا اهم حاجة يا جماعة تكون مادة دهنية وخلاص. تمام يا حلوين. هسمي بسم الله وصل على سيدنا النبي كده، وانزل بالبسلة بتاعتي واجي مديها صدمة كده ولفتين في قلب الحلة. طبعا الصدمة دي بتخلي البسلة لونها اخضر زي ما انتم شايفين كده، بتحتفظ باللون، ما بيبقى لهاش ريحة. الزيت او السمنة، المادة الدهنية عامة بتخليها محافظة على كل حاجة، اكنها مادة حافظة موجودة معانا في كيس البسلة اللي احنا محتفظين فيه، او العلبة في اللي انت هتفرزي فيه، انتوا امكانياتك. وبعد لونها ما بيغير معاكي، يعني بعد ما تلاقيها بقت خضرة كده وبقت جميلة، هتشوفيها دلوقتي بعد تقليبة والتانية هتلاقي لونها خضر وبقت حاجة بصراحة بسم الله ما شاء الله. تكوني مجهزة الجزر بتاعك، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. بعد لونها بقى ما خلاص بقى اخضر وجميل كده، ما بتاخدش اصلا حاجة، يعني تنزلي بالجزر بتاعك وتديله تشويحة بقى كده في الحلة بتاعتك مع البسلة. ليه؟ عشان ما يبقاش بقى اللي هو عامل زي السفنجة، يبقى طري وتحسيه شارب مية تمام. احنا هنا خلاص شوحناه وادينا له صدمة حلوة، شايفين اللون والجمال ما شاء الله. كمان هنستنى ان الحلة بتاعتنا تهدى بقى من السخونية ويكون الخضار بتاعي برد، وهبدأ بقى أعبي في أكياس، أعبي في علبة، على قد إمكانياتي. أنا هنا جبت كيس لأن أنا عندي الفريزر بتاعي التلاجة، يعني الفريزر مش هيساعدني في التخزين بتاعي، يعني أنا جايبة حاجات على القد، وكمان هعبيهم بطريقة زي ما انتوا شايفين كده إن هما ما ياخدوش مساحة كبيرة في قلب التلاجة أو الفريزر. يا جماعة طبعا نوع الخضار اللي انت حباه بقى، عايزة تضيفي معاهم فاصوليا خضراء، كوسة، خايفة ان الكوسة لونها يغير معاكي، هتعصري عليها ليمون. يعني هي هنا متوضبة وجاهزة على التفريز على طول، وعصر عليها برضو ايه، ليمون. الليمون ده بصوا ما اقولكمش يعني ما بيخليش مثلا الجوافة اي حاجة لونها بيسود معاكي في التفريز، عصري عليها ليمون. مش هتلاقي اللون ده اسود، هتفضل تطلعي الكيس كده زي ما هو. كميته طبعا جميلة جدا على القد بقى، حابة تعملي بقى تورلي، تعملي اي وجبة، بصوا شايفين الجمال ما شاء الله. يعني كل التشكيلات معاك والكميات مناسبة. يعني انا مثلا عندي ضيف النهاردة عاملة كيس كبير، باجي مطلعة الكبير. انا وجوزي مثلا فردين عاملة برضو كيس صغير. بصوا على القد، شايفين الجمال؟ طبعا بعد ما اتلفت بقى هنا هوريكم تكاية تاني جميلة، يعني تكاية تخلي الكيس لو وقع كده راح كده ما هيجرالوش حاجة. ما ينفعش ان احنا نقفل التلاجة، ما ينفعش ان احنا نفصلها اصلا. تلاجة فريزر ما ينفعش، لازم تبقى شغالة دايما. هنا معانا بقى القلقاس، قلنا اما ندلع كده شوية الدنيا. الشتا ما ينفعش يعدي كده من غير قلقاس. هنا انا جبت 3 وحدات قد بعض، يعني عشان هما بيقولوا ان اوقات بيبقى فيه حاجة بتستوي حاجة مش بتستوي، فانا حبيت ان انا اجيبهم يعني قد بعض علشان السوا بتاعهم يبقى كله زي بعضه، يعني مفيش حاجة تستوي قبل حاجة. في ناس بعد ما بتخرط القلقاس تفضل تغسله عشان تخلص من المادة اللي فيه.
فما ينفعش يا جماعة يتغسل، هو يتغسل زي ما هو كده ويتنشف. يعني المراحل اللي انتوا تشوفوها هنا. هنا انا غسلتهم وجبت فوطة كده زي ما انتوا شايفين ونشفتهم، ده قبل ما اخرطهم ولا اعمل فيهم اي حاجة. المادة اللزجة دي هي اللي فيها الغذاء اصلا، انت غسلتيه وخلصت من المادة دي. طب هتاكليه ازاي بقى؟ ما خلاص ما بقوش فيه، يعني ما بقاش فيه اللي هو الغذاء بتاعه. المهم هنا هتخرطي بقى التخريطة اللي مريحاكي بقى انت. انا بعشق تخريط القلقاس، شكله بيبقى حلو وبيتخرط. المهم زي ما انت حابة تخرطي بقى، مكعبات كبيرة صغيرة اللي يريحك على حسب بقى ايه اكلك. طبعا ما بياخدش وقت خالص يعني. المهم هنا قطعتهم كلهم، خرطتهم كلهم زي ما انتم شايفين كده. عصرة ليمون صغيرة، واظبطي الكلام بقى في الأكياس على قد الوجبات زي ما احنا عملنا في البسلة، يعني على قد طبختك كده وعبي. يعني على طول جاهز ان انت هتاخدي كيس خلاص استعملته. هنا بقى التكة اللي انا قلتلكوا عليها، علشان الكيس ما يتفتحش معاكي يدخله هوا. زي ما انت شايفه كده انا جبت بكرة السوليتيب الصغيرة دي، وبدأت ان انا كل واحد اقفله اجي عاملاه بالسوليتيب ان هو ما يتفتحش خالص. وقع ولا حاجة في الفريزر ما يتدلقش. هنا بقى السلق بتاعنا، بناخد الورق الاخضر بس زي ما انتم شايفين. طبعا انا غسلته في الاول وهرجع اديله غسلة تاني، لان الحاجات دي بتبقى شايلة بقى رمل بقى والكلام ده كله. فانا هاخد الورق بتاعه، مش هاخد العروق بتاعته خالص. وكمان برضو في الكزبرة، في ناس بتحب تضيف بقى شبت والحاجات دي، بس مش عارفة انا بحب احط له كزبرة بس. باخد الورد اللي فيها كده زي ما انتم شايفين، برضو ما فيش عروق خالص. طبعا الخضرة السلق السبانخ الحاجات دي يا جماعة من النوع اللي بتحب الغسيل، لازم تتغسل غسلة تمام. ده احنا كل ما نغسلها كل ما بتطلع معانا كمان رمل، يعني مليانة رمل. الجرجير الخضر كله اللي هو الورق ده كله لازم يتغسل غسلة حلوة يعني. طبعا غسلتهم تاني وحطيتهم في مصفى يصفوا. سيبهم بقى يصفوا، تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما يصفوا. خلاص كده بقوا زي الفل. على الخلاط بتاعي على طول كده هياخدوا ضربة، بصوا بشوية مية صغيرين مش هكتر، يبقوا بالطريقة دي عشان بس يلفوا في الخلاط. انا مكان يعني ما عنديش كبة ان انا اضرب في الكبة، هو الكبة هتخليهم زي الفل بس مش عندي كبة. هنا آه في الفيديو ده ما كانش عندي كبة، بس انا جبت كبة يعني بعد كده. المهم عشان ما حدش يشوفها في فيديو قديم يقول لي انت جبتي كبة والكلام ده كله، بس الفيديو ده كان عندي قديم يا جماعة. هنا بعد ما ضربته في الخلاط صفيته خالص من المية زي ما انتم شايفين كده. المية اللي انا صفيتها مش هدلقها، انا هطبخ النهارده قلقاس. كيس من اللي معايا هحط المية بتاعت السلق الخضرا دي في قلب الشوربة، هتخلي بصوا اللون جميل جدا. هنا بقى قسمت السلق بتاعي في اكياس صغيرة زي ما انتم شايفين، برضو على قد قد كيس، كل كيس ليه الكيس بتاعه. هما التلات وحدات عملوا معايا 5 اكياس، وانا عبيتهم زي ما انتم شايفين كده. عبيت السلق في 5 اكياس زي القلقاس، يعني كل كيس وليه الكيس بتاعه السلق. وهنا اقول لكم يا رب كده الفكرة بتاعتي تكون عجبتكم وتستفيدوا منها، بجد فكرة جميلة جدا. يا رب الفيديو كله يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في الدعم يا احلى اخوات، لايك كومنت اشتراك تفعيل الجرس. ربنا يحفظكم يا رب.